احلى واطعم واروع كبدة اسكندراني ممكن تدوقوها، احلى بكتير من الكبدة اللي ممكن تدوقوها في المحلات، بطعم متميز جدا وريحة ولا اروع. هي الكبدة الاسكندراني اللي على طريقتي. لو اول مرة تشوفوني انا الدكتورة سهى، اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. في طاسة على النار هننزل بمعلقتين 3 زيت حسب كمية الكبدة اللي احنا هنعملها. انا عندي كبدة شرايح قطعتها لشرايح صغيرة. انا مش بحب اجيبها من عند الجزار متقطعة اسكندراني على طول، انا بحب اقطعها بنفسي، انا بحب اقطعها كبيرة شوية. هبدأ اشوح الكبدة بتاعتي على النار بدون اي اضافة. ولما تتشوح الكبدة بتاعتي هبدأ اعمل الخلطة اللي هتدي الكبدة ريحة وطعم مختلفين تماما. هنزل بفصوص من الثوم في الكبة بتاعتي وعليهم فلفل رومي وقرن واحد من الفلفل الحامي او حسب الرغبة. لو كنتوا بتحبوا الحراق استخدموا اكتر من قرن. وهنزل بالبهارات بتاعتي كمون وكزبرة وفلفل اسود وشوية شطة وملح. وهنزل بمعلقتين كبار من الخل على الخليط ده وهفرمه كويس قوي في الكبة، واتأكد ان الفلفل الرومي نزل العصارة بتاعته، لان دي اللي بتفرق جدا في الطعم. وهيكون الخليط بالشكل ده. ولما تتشوح الكبدة بتاعتي وتشرب المية بتاعتها هنزل عليها بالخليط اللي انا فرمته في الكبة، وأقلبها على النار واخلطهم كويس واسيبها على نار هادية لمدة 10 دقايق، واغرفها في طبق التقديم بتاعي. ودي كانت الكبدة الاسكندراني بطريقتي، سهلة وبسيطة، ومش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها روعة وطعمها حاجة في ولا الخيال. اتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة انه تتنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأني متأكدة إنكم بعد ما تعملوها عمركم ما هتاكلوا الكبدة من أي محل بعد كده. وبالهنا.